بالعالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. في الواقع لم أسمع ما تفضل به الدكتور محمد الحضيف إلى هذه اللحظة، ولكن أستأذنك بأن أبدأ ب6 نقاط أساسية لتأطير هذه الأزمة لئلا نصبح فريسة لمن أراد أن يقحمنا في أنفاق ليست لنا. نعم. هذه النقاط ال6 أبدأها بما يلي. أولا، أن من حق أي مواطن بغض النظر عن تواجده الجغرافي أو انتمائه الطائفي أو العقدي، من حقه أن يطالب بجميع حقوقه المشروعة بالطرق السلمية، على أن النقطة الثانية ألا يمس الخطوط الحمراء التي يجمع عليها كل مواطن جنبا إلى جنب مع الحكومة. وهذه النقاط الحمراء هي 3 نقاط. النقطة الأولى الوحدة الوطنية. الوحدة الوطنية ملك للجميع، فليست للأسرة الحاكمة ولا للشعب السعودي، وإنما للأسرة والشعب معا. جميل. وليست محل نقاش، ولم تطرح أصلا في أي أجندة خلافية في هذه الدولة. الخط الأحمر الثاني عدم الاستقواء بالأجنبي كائنا من كان. النقطة الثالثة الدعوة إلى العنف أو حمل السلاح أو الفساد أو الإفساد. فإن هذه النقاط ال3 إذا حصلت فالواجب على الأمة ممثلة بقيادتها ونخبها أن تقف لمن يفكر بهذه الطريقة بالمرصاد، وأن تعتبره من المفسدين في الأرض، وأن تنفذ فيه حكم الله عز وجل إلا أن يتوب قبل أن نقدر عليه. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية، النقطة الثالثة من نقاط ال6، أنه يجب على الدولة أن تنصت لجميع مطالب الحقوق المشروعة، وأن هذا الإنصات حق مشروع ليس فيه منة ولا تكرم. النقطة الرابعة عدم الإنصات لهذه المطالب السلمية من جميع المواطنين، وأنا هنا لا أشير إلى الشرقية أو الغربية، أتكلم عن جميع مواطني المملكة العربية السعودية. قد يفهم بأنه سوء استغلال لانضباط المواطن لأسباب شرعية ومشروعة. النقطة التي تلي ذلك أن الطائفية سلاح خطير يستخدمه العدو لتفتيت الوحدة الوطنية، وإن لم ينتبه المواطنون إلى ذلك انزلقوا في هذا المنزلق. والنقطة الأخيرة أن هذه الأزمة يا أستاذ التي أنت أسميتها أزمة نمر النمر، وبعض المنتديات تتكلم عن شخص فرد اسمه نمر النمر، هذه ليست أزمة شخص، إنما هي أزمة بين الفرس والعرب، بدأت من قبل الإسلام وأثناء الإسلام وحصلت الآن. وما حادثة وظاهرة نمر النمر إلا زعنفة يسيرة من زعانف هذا الصراع العربي الفارسي، وحيث أن المملكة العربية السعودية تمثل رأس حربة في هذه الخصومة، فإن دولة إيران مع كل أسف تستخدم كل ما في وسعها للنيل من العرب، ولذلك يجب ألا نغفل ولا ننسى أن إيران أيام الشاه كانت مسالمة مع العرب إلى حد ما، وإيران أيام الخميني كانت مشاغبة، والدليل الحج في عام 87، وإيران في عهد رفسنجاني وخاتمي كانت مسالمة إلى درجة أنه ليست هناك أزمات لا في الشرقية ولا في الحج. ولكن إيران في أزمة خامنئي ونجاد أصبحت اليوم المصايب والبلاوي تظهر ليس فقط في المنطقة الشرقية بل في البحرين وفي سوريا وفي لبنان. دكتور محسن، يا أستاذ يا أبو أسامة، هذه الأطر ال6 يجب أن نفهم قضيتنا من خلالها. جميل. ولذلك نقول أي شخص كائنا من كان ينادي بالإصلاح فحياه الله إذا راعى هذه الأطر، وأي شخص يتجاوز هذه الأطر فيجب أن يطبق عليه النظام ويحاسب كائنا من كان. أشير هنا إلى بعض مراهقي الإنترنت الذين يتكلمون عن الانفصال لبعض المناطق الأخرى، ليس فقط نمر النمر وإنما مناطق أخرى. أقول لهؤلاء اعقلوا، وأقول للدولة على الدولة أن تكون حازمة في هذا الأمر، فليس هذا الأمر يخص الأسرة الحاكمة وحدها،
ولا يخص فئة بعينه. نحن في المملكة العربية السعودية يجب على القيادة أن تقف على مسافة واحدة من أي مواطن، ويجب على كل مواطن أن ينادي بحقوقه المشروعة سلميا، حتى وأن غضبت الدولة إذا كانت الطريقة سلمية، لكن لا يمس الوحدة الوطنية ولا ينادي بعنف ولا يستقوي بالأجنبي. نعم. كائنا من كان، سواء كان